ايه رأيكم بقى في شوية العيش الحلوين دول؟ عيش فلاحي كده جميل وزي الفل، يستاهل بقكم. هناكله بقى بيهم شوية البامية. انا عندنا كيس بقى كده هوت في الفريزر، محتاجين بقى ايه؟ عيش فلاحي كده يتاكل بيه. قلت اعجنهم كده ناكلوا بيهم بقى النهاردة ايه مسقعة، وناكلوا بيهم البامية. اهو زي ما انتوا شايفين كده شوية عيش، عايزة اقول لكم لوبيا لوبيا كده خالص. اهو باينين اهوت، وبصوا روز كده خالص وطري وزي الفل اهوت جميل ويستاهل بقكم كده اهوت. عايزه اقول لكم عملتهم ازاي، تعالى اقول لكم كده زي ما انتوا بقول لكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل عليكم. طبعا من مطبخي المتواضع والمواعين اللي فيها مش كتير والله يا جماعة، بس احنا بقى ايه امبارح ما سهرناش وايه وباتوا على كده، وعلى ما فطرنا بقى الصبح وبتاع، فاتجمعت برضو ايه شوية مواعين كده اهوت. بتعملي ايه طيب دلوقتي؟ هنا بقى شوية مية دافيين مع شوية دقيق، شوية سكر، وجبت بقى ايه خميرة بيرة عشان خاطر نربي بقى ايه اسمها ايه تربية ايه الخميرة كده زي ما انتوا شايفين. بخليها تخمر كده عشان خاطر ايه نعمل بيها ايه العيش الحلو اللي انتوا شفتوه آه معايا. هناكله بقى ايه بيهم طبق البامية كده، يستاهل بقكم. عملتهم كده اهو، ربيتهم وحطيتهم بقى ايه في حتة دافية. نغسله بقى ايه شوية المواعين كده اهوت اللي انتوا شايفينهم، مش يعني مش كتير يعني، مش حلل ولا اي حاجة. بننضف بقى كده الحوض بتاعنا وننضف المواعين والكوبايات برضو ايه بتاعتنا. هنركن بقى الصحون كده على جنب ونغسل بقى ايه اهم حاجة الكوبايات والازايز الاول المية كده اهو، عشان ما نزفرش بقى ايه الليف. ما عنديش ليفتين ولا حاجة، هي ليفة واحدة بنغسل بيها الاتنين اهوت كده اهوت. رحت ايه نضفتهم بقى كده من الشاي، وقلت ايه هغسلهم بقى كده ايه على طول. زي ما انتوا شايفين بحط انا بقى في المصفى ايه اللي هو ايه المصفة اللي فوق اللي هي في المطبقية، وبعد كده ساعات بروح شايلة ايه الرف بتاعها ايه ومصفياه من المية كده هوت. وساعات بحط برضو ايه في صينية المواعين قبل ايه قبل ما احطها ايه في المطبقية. هنا بقى كده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. زي ما انتوا شايفين بنحلل بقى الدقيق ده. انا معايا ايه الدقيق اللي هو ايه يعتبر اللي فيه النخالة اللي هي الردة، ومعايا دقيق مستعدد الاستخدامات. لازم يكون معايا ردة عشان خاطر ايه ايه نقرص عليه. في برضو العيش ده ممكن تعمليه بالدقيق الايه متعدد الاستخدامات، بس ما بيحطش فيها ايه الدقيق الاسمر على الابيض. وفي بيعملوا باسمر بس اللي هو بتاع التموين او بتاع الفرن كده يعني. هنحطنا بقى كده شوية ملح بس ايه نزلوا حبة ملح كتير. وهنحط الخميرة بتاعتنا اللي احنا ايه ربيناها اهوت. ربيتها ليه؟ عشان الجو ساقعة وانا عايزها ايه اللي يعتبر العجين يخمر بسرعة، عشان خاطر يعتبر الجو ساقعة والدنيا ما تضلمش عليا. انتوا عارفين فوق بيبقى ايه الدنيا بتضلم ايه بدري وكده. بس عملتهم كده هوت، وقلت ايه هنعملهم بقى ايه شوية عيش كده ايه حلوين زي ما انتوا ايه شفتوا. طبعا اللي ما تعرفش حاجة ما تعملش. طبعا انا بعجن وبخبز وبعمل كل حاجة، بس العيش بقى اللي هو الرح ده انا ما عملتوش خالص. انا ممكن اعمل عيش طري اعمله بكاكيم عشان يبقى ايه طري وكده. طبعا زي ما انتوا شايفين انا حطيت او عجنت العيش يعتبر يابس كده، فزودته بقى ايه ميه. قلت ايه انا هزودهم شوية مية زي ما انتوا شايفين كده، وقلت ايه عشان خاطر ايه اطريهم شوية. قلت اجرب الرح بقى. طالما ايه جه على دماغي ساعتها رحت ايه قلت اعملهم بقى رح. عجنتهم قلت افكهم بقى كده واحدة واحدة عشان خاطر ايه يبقوا طريين. كده هو زي ما انتوا شايفين بروح ايه
حاطة مية في مية كده عشان خاطر ايه يطروا معايا ويفك كده ايه اليابس ده، يفك كده يبقى ايه، يبقى فيه عرق كده ايه وانت بتعملي. طبعا اتشطرت كده انا وفضلت احط في المية لحد ما لقيته طرى بقى خالص. طب ما انت منتش عارفة اصلا العيش اللي بيترح بيبقى سمكه قد ايه يعني. فزي ما رحت ايه فضلت اعجن كده فيه، لحد ايه يعتبر ما فك كده مني خالص. طب انت ما انتش عارفه ان هو وصل لحد فين وما عندكيش دقيق تزوديه، عماله بس تكب ميه وخلاص؟ لا، ما تكبيش ميه طالما انت ما انتش عارفه. يبقى ايه، ما تجسفيش في حاجه زي كده. على العموم هم اصلا 2 كيلو ما خدوش اي حاجه. وايه، وقعدت بقى ايه زي ما انتوا شايفين كده، قعدت اطبل فيهم، وقلت بس هو ايه وصل لحد كده، وصل لحد كده انت بالنسبه لك، لكن انا مش عارفه. بس سبتهم لحد كده وقلت ايه خلاص كده، وسترتهم كده هوت وغطيتهم، وطلعت بقى فوق وحطينا بقى الردة كده، وهنا التليفون فصل. وقرصتهم بقى بزيت كده هوت على وشهم، ومخليتش فيه هوا ولا اي حاجة عشان خاطر ايه ما ينشفوش من على الوش. بس طالما انت عاملاهم بزيت مش هينشفوا ايه من على الوش. وحضرت بقى الفرن بتاعنا كده هوت، وقلت بقى ايه، ولعت بقى الناحية التانية، ولعت يا جماعة. ما كانتش بتنور، بس ايه هي ايه واطية شوية. الحديدة بتاعتها نازلة تحت حب. قلت اجازف كده والله اشوف هتولع ولا لا، لقيتها ولعت. نضفنا بقى كده الطبلية بتاعتنا، البلاطة اللي هي اللي احنا بنغبسه عليها زي ما انتوا شايفين، عشان خاطر ايه يبقى ظهر الرغيف يبقى ايه يبقى حلو. عايزة اقول لكم الانسان برضو بيعيش ولسه بيتعلم. لسه هتتعلمي بعد الوقت ده كلته، ايه المشكلة؟ طالما نفسي في حاجة هعملها. طب ما جاش ليه نفسك من زمان يعني؟ عشان اعرفكم ان احنا برضو بنكبروا ولسه متعلمناش حاجات برضو. بوريكم اهوت العيش اللي انا عملته زي ما انتوا شايفين. قلت اجازف بقى ايه واعمله ايه اريح. طيب العيش ده كده مرحوح؟ لا طبعا العيش ده مش رح. اهو كده هوت، واقول لكم يعني كان لوبيا كده خالص وطري خالص. طول ما انت مطرياه هيطلع معاكي طري، بس ده ما ترحش بقى. انا جيت عشان اريحه ما عرفتش، بس هو كان طري خالص. وهوريكم اهو دلوقتي عشان تبقوا ايه معارفين. ما تعملوش زي بقى كده، لازم يكون يابس شوية. طالما انت اول مرة بتعمليه يبقى انت لازم تخليه ماسك كده هوت، وما يبقاش طري، عشان خاطر طالما الرحة بصوا هنا بقى اهو زي ما انتوا شايفين لزق بقى من تحت، رغم ان انا حاطه دقيق وحاطه رده، بس برضو معرفتش اريح. الرح ده صعب قوي صراحة، ويعني اللي بيعرف يعني هما بيقولوا سهل، بس انا بالنسبة لي كان لسه عشان اول مرة، فانا مش عارفة ان انا اريح. بس عملتهم بقى كده بايديا وفتحتهم كده اهو زي ما انتوا شايفين. وايه وخلاص على كده. وقلت بس المرة الجاية هتعلم ان انا العيش هخليه ماسك شوية، ما يكونش سايح مني كده، عشان خاطر اعرف ان انا ايه افرده، او اعرف ان انا اريحه. ابقى اتعلم برضو حكاية الرح ده. ابقى اترح بقى المرة الجاية، ابقى اعمله بس مش معاكو، وبعد كده اعمله معاكو عشان خاطر ابقى اكون ايه اتعلمته مع نفسي برضو. وطالما ان انا نفسي في حاجة ان انا اتعلمها هتعلمها. بقول لكم بعمل والله كل حاجة، يعني بغبس كل حاجة، بس العيش الراحي ده هو اللي انا ايه مش عارفة اعمله. كان فاضل كام رغيف اهوت، وهوت زي ما اقول لكم كان طالع طري وزي الفل كده كده خالص. وعايزه اقول لكم انا ما قرصتوش كبير، يعني قرصته صغير عشان خاطر ايه اعرف ان انا برضو ايه اشيله واعمله كده. بقول لكم طري والله وزي الفل اهوت. قطعته بقى كده اهوت 4 تربع وشيلته بقى في الفريزر طري كده خالص. ده الرغيف بقى اللي هو اتعوج معايا اهوت، هعتبر هقطعه كده اهو بايه بالسكينة او بالمقص، مش محتاجين الحتة ديت، او احنا هناكلوها وبس ايه. هنشيلها برضو كده اهوت، ويبقى ايه طري، هو طري زي ما انتوا شايفين اهوت، وزي الفل خالص كده اهوت وجميل. واللي عايز برضو ايه يتعلم، ما فيهاش حاجة ما يتعلم في كيلو، في نص كيلو كده. ان انت تمسكي العيش وتريحيه
طالما نفسك في حاجة واحنا بنعيشه برضو ايه وبنتعلمه ونعلمه برضو زي ما انتوا شايفين. شوية عيش زي الفل اهوت. وطبعا عايزة اقول لكم بقى ايه اكلناهم بقى ايه بشوية البامية اللي هتشوفوها دلوقتي وزي الفل. وما تنسونيش في اللايك والشير، واللي شوفني لأول مرة يفعل الجرس عشان يوصله كل جديد فضلا وليس أمرا. ناكلهم بقى كده بشوية البامية الحلوين دولت زي ما انتوا شايفين كده اهوت. وكان شوية عيش اي نعم مش مرحوحين بس طريين وزي الفل اهي بشوية البامية وشوية المسقعة وشوية العيش. ومش شرط بقى ان هو يكون رح رح بس ايه عايزة اقول لكم زي الفل وطريين وزي العسل. بقول لكم بصوا والله العظيم كان لوبيا كده خالص اهو بصوا اهو. شهادة بقى مين؟ طبعا شهادة بقى جوزي برضو اكل منه وما عيبش عليه الحمد لله وكان زي الفل. يلا هنا بقول لكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.